حبايب قلبي، انا جايه ابشركم ان احنا داخلين على سيزن اجازات. انما اللهم صل على النبي، اللهم بارك. خمسه في عين اللي ينكد علينا فيه حاجه كده، اخر اشتراوس الجنزبيل. ورقه وقلم يا ست كل يا سيد الناس. واكتب ورايا. الخميس الجاي اجازه بمناسبه 25 ابريل، يبقى خميس جمعه سبت اجازه، وماليش دعوه باللي ما بياخدوش السبت، انا ليا دعوه باللي بياخدوا السبت اللي هم زي حالاتي كده. تمام. اللي بعديه بقى الاسبوع اللي بعديه على طول كده خبط لزق، هناخد الخميس بدل 1 مايو، فخميس جمعه سبت حد اتنين لحد شم النسيم مرورا بعيد القيامه المجيد اجازه. ادي 5 ايام. هتقول لي قفلت كده؟ هقول لك لا، خد التقيله بقى. عيد الاضحى يا باشا الاجازه بتاعته هتقفل ايه، اسبوع مقفل كده شاكب برجل. ليه؟ لان الوقفه جايه يا سبت يا حد، وبالقانون لو جت سبت هناخد يوم بدلها، فانت عندك وقفه واربع ايام ادي 5. لو خدت ايه بدل السبت يبقوا 6، يبقى احنا كده كده ايه، من الجمعه للسبت اللي بعديها مأجزين. عد معايا كده يا باشا، 9 ايام. هنأجز 9 ايام في اجازه عيد الاضحى. فيعني انا عايزه اقول لكم ان انتوا اللي عايز يسافر يسافر، اللي عايز ينتخ زي حالتي كده ينتخ، اللي عايز ينبسط ينبسط. وامانه عليك يا ست الكل، يا ست الكل، والنبي ما تنكدي على العيال في الاجازات دي بالمذاكره. النبي يا شيخ قومي كده اطبخي لهم، بريهم كده بطبخه حلوه كده جميله، قومي اعملوا لهم كيكه. بري العيال، بري العيال وابسطيهم، هيقوموا يبسطوكي يذاكروا. تمام. بلاش نكد يا ست الكل، ابوس رجلك، ابوس فرفشي كده ونعنشي وانبسطي، اعملي ضوافرك كده واعملي شعرك، روقي على نفسك ياما، روقي على نفسك عادي. هيجي بقى سخسوخ ابن الكئيبه يقول لي كل دي اجازات وانتي فرحانه وعجله الانتاج حوش. حوش يا واد، انتاجيتك اللي بتشرشر عينه وبتنقط كده حوش. وهو الفجر اكتر واحد بيستمتع في الاجازات وبيسافر. تخيلوا بقى واحنا بنقعد بخيبتنا في البيت، بس مش مشكله، مش مشكله، نقعد في البيت، امدد على الكنبه، افتح فيلم، اقلب في التلفزيون، اشرب عصير، اكل من الكيكه اللي ماما هتعمل، اي حاجه اعمل، المهم انتخ. انا عايزه انتخ. اوكي. اتبسطوا يا جماعه، اتبسطوا وانجوي في اجازات جايه حلوه. على قد ما تقدروا، وان الباقي كله هيبقى فرداني. الباقي كله ايه، هيبقى فرداني بقى. ايش بقى راس السنه الهجريه، 6 اكتوبر، 30 يونيو، فرداني، كله جاي فرداني بعد كده. فانبسطوا باللوكشه اللي جايه علينا دي، عشان بس ايه، نفك عن نفسنا شويه. انبسطوا.